وبنقول للدكتور طه كلمة لابنك وحفيدك. لازم تقول لأحمد برضو كل سنة وانت طيب بطريقتك. بطريقة العجم. عايزها عجم ولا عايزها بيات احنا قلنا النهارده بيات. سنة وانت طيب يا سي احمد، يلا مع بعض. كل سنة وانت طيب يا سي أحمد، كل سنة وانت طيب يا سي احمد، كل سنة وانت طيب يا سي أحمد. هتقعد تتفرج على الفيديو كتير عمرك ما هتنسى العجم. ايوه. كنا خدنا البياتي برضه. كل سنة وانت طيب يا احمد، كل سنة وانت طيب يا أحمد. لا غير العجم. الصبر. كل سنة وانت طيب يا احمد، كل سنة وانت طيب. عرفنا المقامات. مش هنقولها صبا، مش هنقولها صبا بقى. مش ينفع طبعا. لا ما ينفعش صبر. ده بص، ده عيد ميلاد عمرنا ما شفنا له مثيل، يعني دي حاجة متميزة. بنغني وبنهيص وبنقول للمحب ولغير المحب. هي دي روحنا، وهي دي روح القرآن، وهي دي أخلاق القرآن، وهو ده المعهد اللي بيراعي الدارس فيه تربويا ومعنويا وروحيا واخلاقيا وسلوكيا. ان احنا لازم يكون اولادنا تحت نظرنا وتحت رعايتنا في كل مناسباتهم، لا نتخلى عنهم ابدا. فده دور من الواجب علينا، ان ما يشعرش واحد من الدارسين ويقول في نفسه لو انا كنت موجود في البيت في الوقت ده كان بابا عمل لي وماما عملت لي واخواتي عملوا لي. لا، كلنا مسخرين، لان ده واجب علينا تجاه ابنائنا وتجاه واحد من اهل القرآن حرم نفسه من اللعب ومن تضييع الوقت ليكون في خدمة القرآن وفي دراسة القرآن. فدي شيء عظيم جدا. بنقول له بارك الله فيك، ويا ريت شبابنا الصغير المحب للقرآن يكون حريص على تحصيل العلم.